And the game of the year is... Astrobot! مفاجآت حفلة الجيم أووردز السنة دي كانت كتير، منها الحلو زي الإعلان عن The Witcher 4 وإلدن رينج نايت ترين وأونيموشا، ومنها الصادم زي فوز أستروبوت بجائزة لعبة السنة وعدم حصول ألعاب بحجم إلدن رينج وسايلنت هيل على أي جوائز. لكن مفيش حاجة لفتت انتباهي ولا خلت عيني تلمع قد الإعلان عن الجزء الجديد من أوكامي، واحدة من تحف البلاي ستيشن 2 اللي ناس كتير جدا ما لعبتهاش وناس أكتر ممكن ما تكونش سمعت عنها في الأصل. إيه حكاية اللعبة دي وإيه اللي خلاها ترجع دلوقتي بعد الغياب الطويل قوي ده؟ ده اللي هنحاول نعرفه مع بعض النهاردة. أنا أحمد زكريا ودي حلقة جديدة من الكبسولة. مش دايما الواحد بيقابل ألعاب قديمة ويقول في نفسه واو اللعبة دي بالنسبة لوقتها معمولة حلوة قوي. The Legend of Zelda Ocarina of Time ممكن تكون مثال كويس للي أقصده، لكن المثال اللي هنتكلم عنه النهاردة حالة متفردة. للي مش عارف، أوكامي لعبة بلاي ستيشن 2 يابانية نزلت سنة 2006 من تطوير كلوفر ستوديو، وزي ما بقول لكم اللعبة ماسكة نفسها كويس جدا بدليل إنه بينزل لها HD ريماستر على كل جيل لحد دلوقتي. بس ليه هي حلوة قوي كده؟ أوكامي في الأساس لعبة أكشن ومغامرات بتحل فيها ألغاز وبتستكشف عالم شبه مفتوح لكنه مدهش. في حاجة هتلاحظها على طول أول ما هتلعب اللعبة وهي ستايل الرسومات الجميل. أوكامي ليها توجه فني فريد جدا مش بنشوفه كتير حتى في الألعاب المبنية على الثقافة اليابانية. اللعبة متأثرة جدا بفن شعبي ياباني اسمه يوكيو إي، واللي تم تطبيقه على الجرافيكس بتاعت اللعبة من خلال السيل شيدينج. معظم الوقت ألعاب السيل شيدينج بتفضل محافظة على رونقها وعمرك ما بتحس إنها بتقدم لأنها بتكون ستايلايزد قوي، والأمثلة كتير زي زيلدا ويند ويكر أو سلسلة بوردرلاندز. لكن إحقاقاً للحق ده مش العنصر الوحيد اللي مخلي اللعبة بلايبل لحد النهاردة. العنصر التاني اللي هنتكلم عنه هو الجيم بلاي. أسلوب اللعب في أوكامي صعوبته مش بتزيد كل ما تتقدم في اللعبة زي ما بنشوف في لعب كتير، بالعكس ده بسيط جداً وتقدر تتعلمه بسهولة. لكن متعته الحقيقية بتيجي من استخدام الفرش في المعارك. الرسم في اللعبة بيتم من خلال الأنالوج واللي يعتبر ميكانيك فريد جدا. الفرشة بتخليك ترسم أي حاجة بناء على قدرات محددة بتتعلمها في اللعبة، ممكن تستخدمها في المعارك وكمان في استكشاف العالم، واللي بتضيف بعد جديد من المتعة. بعض الأماكن بتبقى مقفولة لحد ما تتعلم مهارة معينة بالفرشة بتخليك تكمل. لو رسمت خط مستقيم ممكن تعمل ضربة سيف، ولو رسمت خط بكيرف ممكن تستدعي الرياح، أو ممكن ترسم هلال في السماء فالنهار يبقى ليل. المعارك بسيطة ومباشرة قوي. أول ما بتنتقل لأرض المعركة بتقاتل كائنات خارقة من التراث الياباني زي الأشباح والشياطين. اللعبة بتخليك تقاتل بأسلحة زي السيوف والدروع والطلقات، واللي ممكن تطورها وتخليها أقوى. حاجة كمان عجبتني قوي في أوكامي وهي معارك الزعماء، لأن في كل زعيم فيه لغز لازم تحله عشان تعرف هتهزمه إزاي. الموضوع فكرني قوي بألعاب زي زيلدا وإزاي كانت بتتعامل مع البوس فايتس. مش لازم الزعيم يكون صعب عشان قتاله يبقى ممتع، بالعكس أحيانا بيكون سهل قوي. القصة بسيطة قوي. أنت بتلعب بإلهة الشمس أماتيراسو اللي على هيئة ذئب، واللي بتسافر مع مرافقها السون في رحلة لإنقاذ أرض نيبون من الظلام. السون اللي بيحب الرغي بلا هدف مع أماتيراسو من وقت للتاني. كل ما هتتقدم في اللعبة كل ما هتحس بقيمته كمرافق ليك. على مدار رحلتك هتتكعبل في ناس محتاجين مساعدتك في مواقف معينة أو مشاكل، وكل واحد من الناس دي له شخصيته وقصته المميزة. من أحلى الحاجات في أوكامي طريقة استخدامها للتاريخ والثقافة اليابانية في بناء العالم بتاعها، فلو أنت من المبهورين باليابان في العموم لازم تلعب اللعبة دي. برضو لو أنت من المعجبين بسلسلة زيلدا والألعاب اللي شبهها إياك تفوت أوكامي. لو في سبب واحد ممكن يخليك تكره اللعبة فهو في الغالب الأداء الصوتي.
على قد ما حبيت اللعبة، لكن حقيقي ما قدرتش استحمل الفويس اوفر بتاع الشخصيات، خصوصا الحشرة اللي ورايا في كل حتة اللي اسمها إسون. لحسن الحظ نسخة الريماستر بتاعت اللعبة فيها خاصية انك تقفل الأصوات المزعجة دي. صحيح اللعبة ممكن تكون بدايتها بطيئة ورتمها ممل في الأول، لكن بعد أول ساعة الأحداث بتبقى أسرع، العالم بيبقى أكبر. طول بالك انت بس وإن شاء الله مش هتندم. للأسف استوديو كلوفر اللي قدم لنا أوكامي بيوقف نشاطه سنة 2007 عشان يندمج مع كابكوم، لكن مجموعة من العاملين فيه بياخدوا جنب لوحدهم كده وبيأسسوا الاستوديو المعروف دلوقتي بلاتينوم جيمز مع مخرج اللعبة هيديكي كاميا. للأسف المعلومات المتاحة عن الجزء الجديد محدودة جدا، لكن اللعبة هتكون من نشر كابكوم ومن إخراج العبقري هيديكي كاميا اللي قدم لنا تحف قبل كده زي ريزيدنت ايفل وديفل ماي كراي. كابكوم فضلت راكنة المشروع ده على الرف لوقت طويل قوي. صحيح إن معظم المطورين الأصليين للعبة مش موجودين في الشركة دلوقتي، لكن التيزر اللي شفناه بيقول إننا على موعد مع تجربة عظمة. وبس كده، ما تنسوش اللايك لو عجبتكم الحلقة وقولوا لي رأيكم في الكومنتس. تفتكروا الجزء الجديد هيكون ناجح ومبهر فنيا زي الجزء اللي فات؟ واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.